الأولى. كل فريق اليوم يبحث عن حصد نقاط هذه المباراة، خاصة في ظل المعطيات الجديدة، بما أنه جل المباريات لعبت بالأمس. دائما كل فريق يبحث عن البقاء مع الفرق الصدارة. كرة لصالح دفاع اتحاد الحراش. الحكم السيد عراب يقول مخالفة لصالح دفاع اتحاد الحراش. اتحاد الحراش في 18 مقابلة كان فاز في 9 مباريات وانهزم في 8 وتعادل في مباراة وحيدة. لو نشوف يعني هذه الإحصائيات، فريق اتحاد الحراش ينهزم أو يتفوق في جل المباراة، بما أنه في 18 مقابلة حقق تعادل واحد. احنا نلاحظوا بهذه القراءة نجم نقولوا باللي فريق اتحاد الحراش اللعب مفتوح، ما يغلقش اللعب، لكن الفريق كما تشوفش باللي على الخارج ما يجيبش التعادلات. نعرفوا بلي هذا الفريق يلعب رغم انه يلعب داخل ولا خارج نفس نمط اللعب تاعه. بينما فريق مولودية وهران في 18 مقابلة كان حقق 7 انتصارات و5 انهزامات و6 تعادلات. إذا كرة من هناك لصالح اتحاد الحراش في وسط الميدان أو في منطقة اتحاد الحراش عن طريق إبراهيم أمضة. حمزايت وعمر يأتي له من هناك كنيش، تقص الكرة وتعود لصالح عناصر مولودية وهران. كرة طويلة مثل ما جاءت مباشرة ناحية الأمام، تبحث عن هداف مولودية وهران شريف هشام. هذا أمامكم على الصورة، اللاعب السابق لنادي بارادو واللاعب الحالي لمولودية وهران. نقاش محمد هشام. آخر مواجهة بين الفريقين كانت في مرحلة الذهاب بالحراش، حين انتهت المباراة بفوز اتحاد الحراش بنتيجة 2 دون رد. الهدفان حمل توقيع كل من مزري وعبيد، ومحاولة لصالح المولودية الوهرانية. كرة صعبة من هناك والدفاع في آخر اللحظة. شاهدوا هنايا فريق مولودية وهران يدير الضغط الامامي ولا الدفاع المتقدم على فريق اتحاد الحراش المعروف بالتمريرات الصغيره والخروج من الخلف بالتمريرات القصيره. نلعب الدقائق الأولى من زمن هذه المباراة بين مولودية وهران واتحاد الحراش. كرة لصالح المولودية الوهرانية في منطقة المولودية. بالعباس يأتي له من هناك حمزة هريات غير من هناك ناحية ياسين بزاز. كرة طويلة مباشرة، دائما تبحث عن نقاش يلحق على هذه الكرة، لكن التغطية الدفاعية حاضرة عن طريق هذا مدافع المنتخب الأولمبي كنيش رياض 22 سنة. والحكم المساعد الأول السيد بازين رشيد 36 سنة، مستشار مبيعات، حكم فيدرالي منذ 2014. يقول أو يشير إلى مخالفة لصالح دفاع اتحاد الحراش في التنفيذ. مزري اليوم يلعب مباراة خاصة، بما أنه سبق له أن لعب في تشكيلة مولودية وهران وجمعية وهران. نفس الشيء بالنسبة لسليم بومشرة. وكرة صعبة من هناك عن طريق ميباركي التغطية أمامه يوجد نساخ، ولكن تعود الكرة وتقص لصالح عناصر مولودية وهران، وانطلاقة في محاولة لبناء الهجمة، لكن جميع المنافذ مغلقة، وعودة إلى الخلف من أجل البناء الصحيح للهجوم. رباح مرر من هناك ناحية فريد بالعباس، راح تكون كرة طويلة مباشرة ناحية شريف هشام، لكن يتفوق عليه أرسلان مزري. كرة من هناك ناحية عبيد، لكن في التغطية الدفاعية فريد بالعباس الذي يعتبر قطعة أساسية في تشكيلة مولودية وهران. ياسين بزاز يعود إلى الخلف من أجل استرجاع هذه الكرة.
وتموين المهاجمين بالكرات. نقاش تيلو من هناك الساخ ربما راح تكون التوزيعة، والدفاع يتدخل ويبعد الكرة إلى الركنية. أول ركنية في المباراة لصالح مولودية وهران. مزاري شكيب أرسلان، تسديدة من هناك وكرة صعبة، كانت محاولة ممتازة بالقدم اليمنى والكرة تعلو العارضة الأفقية. حتى المتابعة كانت من الحارس قارة حسين محمد صغير. ها هي الإعادة والتسديدة من شريف هشام، لكن كورته تعلو العارضة الأفقية. هذه من بين لاحظنا اليوم ركنيه من بين الركنيات اللي يحسن فريق مولودية وهران الاستعمال تاعها عن طريق لاعبين ولا اثنين ويلعبوا كرات قصيره ومن بعد تمريره ولا قطفه في المرمى. مرات كي تلعب ضد فريق كما اتحاد الحراش متمركز في الدفاع في الكرات الثابته، من بين الحلول انك تلعب التمريرات القصيره وتخرج بها. إذا مخالفة لصالح مولودية وهران. نشاهد الإعادة بعد عرقلة كمال العربي يعلنها الحكم السيد عراب، يقول مخالفة لصالح مولودية وهران. مخالفة راح تكون صعبة خاصة في ظل وجود الاختصاصي ياسين بزاز. الحارس قارة يطلب أو يوجه الحائط البشري. ياسين بزاز أو كمال العربي. راح تكون مخالفة خطيرة على مرمى حارس اتحاد الحراش قارة. ياسين بزاز يأخذ كامل وقته. ياسين بزاز أمام الحارس. ياسين بزاز صعبة، تسديدة ياسين بزاز تجانب العمود الأيسر للحارس قارة حسين. كانت محاولة ممتازة. ها هي الإعادة، كرة دائرية لكن كانت تنقصها بعضا من الدقة. كانت كرة دائرية جنبت العمود الأيسر للحارس قارة. هذا من بين اختصاصات اللاعب القدير ياسين بزاز. ونلاحظوا أن مولودية وهران دائما في الدفاع المتقدم، واسترجع كرتان في المنطقة 20 متر، وهذا يشكل خطر على اتحاد الحراش. كرة لصالح المولودية الوهرانية عن طريق مرباح من هناك هريات بورزمة، لكن يتفوق عليه كنيش. حمزة يتوعمر. الحكم السيد عراب يقول مخالفة لصالح اتحاد الحراش بعد عرقلة ميباركي. إذن مخالفة في وسط الميدان لصالح اتحاد الحراش في التنفيذ. زيان شريف مزاري، كرته بالخطأ مباشرة ناحية حمزة هريات. كمال العربي، تعود الكرة لصالح اتحاد الحراش وصعبة هذه الكرة، لكن الدفاع في آخر لحظة يبعد الكرة مباشرة ناحية الأمام، وهجمة يقودها شمس الدين الساخ في الرواق الأيسر. طلب الكرة نقاش لكن ما توصلوش، وهناك التغطية الدفاعية عن طريق المدافع زيان شريف من أمام المهاجم وهداف مولودية وهران شريف هشام. المدرب عبد القادر يعيش يحتفظ اليوم بتشكيلة المباراة الماضية، أنه التشكيلة التي لا تفوز لا تغير، بينما المدرب جون ميشيل كافالي كان قام بثلاث تغييرات مقارنة بالمباراة الماضية من أجل تصحيح بعض الأخطاء والتدارك في هذه المباراة لمن ستكون فيها الكلمة في نهاية المطاف في هذا الحوار الكروي بين هاتين المدرستين العريقتين مولودية وهران واتحاد الحراش. كرة من هناك عن طريق شريف هشام، لكن هناك سوء ترويض للكرة. أمضى ناحية بولخوا دائما يحتفظ بالكرة. زيان شريف تقدم بالكرة، يمرر من هناك ناحية أمضى طلب الكرة. حمزة يتوعمر
يوصل الكره ناحيه كنيش، ثم حمزه ايت وعمر مره ثانيه تعود لصالح غربي، لكن سرعان ما تقص وتعود لصالح مولوديه وهران، والانطلاقه من شفيق بورزمه. ممتازه هذه المحاوله، ولكن التغطيه الدفاعيه يحضر زيان شريف اللاعب صاحب الخبره والتجربه، 31 سنه. تماس لصالح المولوديه الوهرانيه. نلعب 10 دقائق من زمن هذه المرحله الاولى. حكم السيد عراب يقول مخالفه لصالح مولوديه وهران في منطقه صعبه بالنسبه للحارس قارة حسين. حتى الآن مباراة متكافئة بين الفريقين في هذه 11 دقيقة الأولى. مباراة متكافئة، ونظن أن فريق مولودية وهران يلعب بالجهة اليمنى كثيرا. نظن أن المدرب كافالي ودرس فريق اتحاد الحراش، رانا نلاحظوا عدة هجمات على طريق بورزامة وهشام شريف من هذه الجهة. اتحاد الحراش دائما بالعاده تاعه خروج من الخلف، تمريرات قصيره، صنع الكره وخطف الكره. لاحظنا 4 كرات ضائعه من مولوديه وهران في وسط الميدان وخطفها اتحاد الحراش الامام. اذا هي المحاوله الثالثه لصالح مولوديه وهران عن طريق ياسين بزاز، دائما في تنفيذ الكره الثابته. ياسين بزاز، كره صعبه من هناك، تمر كره ياسين بزاز، لم تجد احدا في الاستغلال. صح، ياسين بزاز من الاختصاصات تاعه، ونظن ان الفريق مولوديه وهران يبحث عن المخالفات ويبحث عن التمريرات في هذه المنطقه باش يشارك، لان الكرات الثابته من بين الحلول في الكرات الحديثه، ويكون عندك لاعب مثل ياسين بزاز تنتحز كل الفرصات تطيح لك في هذيك 18 متر 20 متر، ممكن تكون هدف. هجوم مولوديه وهران لم يسجل منذ الجوله 16 حينما فازت المولودية خارج الديار أمام شبيبة القبائل بنتيجة هدف دون رد، أي منذ جولتين لم يسجل الهجوم، ويريد أن ينتفض في مباراة اليوم، ولكن للحارس قارة ولدفاع اتحاد الحراش كلام آخر. نبقى ننتظر ونترقب لمن ستكون له الكلمة في نهاية المطاف في هذا الحوار الكروي. كرة من هناك صعبة، والحارس قارة يبعدها مباشرة إلى التماس من مبدأ الاطمئنان والسلام. مساخ التوزيعة من هناك، لكن لم تجد أحدا في الاستغلال. يعني نشاهدوا بأن فريق مولودية وهران يعتمد على العرضيات، ولكن تبقى الفاعلية ناقصة في منطقة غائبة في منطقة العمليات. هذا هو اللي نشاهدوا فيه. مولودية وهران دائما يروح للأجنحة ويفتح كرة في العمق، بالعكس اتحاد الحراش نشوفوا يخرج من الخلف بكرات قصيره. عندها نظن انا لاعبين عندهم ثقه بالنفس، المدرب راه مريحهم، ولكن مولودية وهران يحاول يعود في النتيجه بعد تسجيل نتائج الاجابه سلبيه، وهذا شيء منطقي ان نشاهدوا لقاء في هذه الوتيره. يعني نقول سلسله من التعثرات بالنسبه لمولودية وهران، لأن المولودية لم تنهزم منذ الجوله 9، أي بعد كما قلت في بداية المباراة بعد 810 دقائق المولودية سقطت في الأربعاء أمام الأمل المحلي. كرة لصالح اتحاد الحراش، والانطلاق عن طريق ميباركي من هناك، دائما لا تزال أخذ ورد في وسط الميدان. ميباركي دائما يبقى محتفظ بالكرة. سليم بومشرة، لكن في نهاية المطاف تعود الكرة لصالح مولودية وهران. لاحظوا هذه الروح القتالية المفعمة بالمنافسة وروح التحدي. ماذا هناك؟ ماذا يقول الحكم السيد عراب؟ حكم السيد عراب ما يقول ولا شيء في هذه اللقطة. ربما راح نشاهد اللقطة بعد لحظات مع المخرج حسين بن عطا. مخالفة لصالح اتحاد الحراش في وسط الميدان. ها هي الإعادة، الانطلاقة من نقاش مش واضحة، نقدرش تحكم على الحكم، كان قريب، الحكم المساعد كان في الجهة المستقيمة، نظن هما كانوا أدرى باش يشوفوا اللقطة جيدا. يعني شاهدنا لاعبين، دائما يبقى الحكم هو قرار السيد الحكم هو سيد الموقف فوق أرضية الميدان.
وكرة من هناك ناحية عبيد، ولكن الدفاع في آخر لحظة. ربما راح نعاود نشاهد هذه اللقطة التي يصعب فيها الحكم، وربما سيوضح لنا أكثر الخبير التحكيم السيد محمد يوبي في ما بين الشوطين. إذا تماس هذه كانت المحاولة الماضية. هنا كذلك كان احتكاك بين لاعبين. داخل الديار لعبت مولودية وهران 9 مقابلات، فازت في 5 وتعادلت في 3 وانهزمت في مباراة واحدة. كان ذلك في الجولة الافتتاحية لهذا الموسم أمام شبيبة القبائل. ياسين بزاز في ترفيد المخالفة، كرة طويلة مباشرة في أحضان الحارس قارة. كرة سهلة بالنسبة لدفاع وحارس اتحاد الحراش. فريق اتحاد الحراش رانا نلاحظوا راه يحاول يمتص حراره مولودية وهران اللي على بالهم باللي غادي راهم رايحين يدخلوا في اللقاء بحراره وبعدوانيه كما يقولوا اغريسيفيتي في اللعب وعدوانيه في اللعب في اطار الروح الرياضيه. في اطار الروح الرياضيه صافي. هي من ضمن الاهداف اللاعبين واللعب النظيف ان الانسان تكون فيه حراره، تكون فيه لعب. وفريق اتحاد الحراش راه امتص مولودية وهران كما رانا نلاحظوا دائما اللعب الطويل بحث عن الهدف المبكر. إذن بعد مرور لحد الآن من هذه 17 دقيقة من زمن هذه المرحلة الأولى بين مولودية وهران واتحاد الحراش، لا يزال التعادل السلبي سيد الأحكام في هذا الحوار الكروي. كنيش كرة طويلة قصها في وسط الميدان ريات، لكن سرعان ما تعود لصالح عناصر اتحاد الحراش. والخوا يمرر من هناك ناحية سليم بومشرة. سليم بومشرة مرة ثانية، لكن رقابة مفروضة على جل اللاعبين في وسط الميدان من كلا الجانبين. ما شاهدوش المساحات اليوم، ما راش كاين مساحات، لان مولودية وهران تلعب 3-5-2 وفريق الحراش يلعب 4-4-2 وبعض الاحيان 4-5-1. كاين 10 لاعبين في وسط الميدان في مساحه 40 متر على 70 متر، مش ممكن تلقى المساحات ولا اللاعب الانسان اللي يحسن التمريره ويحسن مراوده الكره هو اللي رايح يفوز في وسط الميدان اليوم. إذا كرة من هناك لصالح اتحاد الحراش عن طريق ميباركي مرر ناحية أمادا يغير تماما من هناك ناحية حمزة آية عمر، يبحث عن أحد الرفقاء المتحررين، يأتي له ميباركي لكن سوء ترويض للكرة. كرة مباشرة ناحية شمس الدين نساخ، يرسل الكرة طويلة مباشرة ناحية نقاش، لكن تفوت هذه الكرة وتروح مباشرة للحارس قارة. كرة لصالح اتحاد الحراش الذي لعب خارج الديار 9 مقابلات، فاز في 3 وانهزم في 6 ولم يحقق أي تعادل خارج الديار. اتحاد الحراش كان حقق تعادل وحيد في مشواره لحد الآن في البطولة وكان داخل الديار. شمس الدين الساخ، نبقى ننتظر أن يرتفع الأداء في هذه المباراة. مرباح يمرر ناحية بالعباس، العباس راح تكون كرة طويلة مباشرة ناحية شريف هشام، ولكن الدفاع يتدخل وكرة سهلة بالنسبة للحارس قارة. تماس لصالح مولودية وهران في التنفيذ، المدافع الأيمن شفيق بورزامة 31 سنة. رباح ياسين بزاز، شاهدوا بأنه ياسين بزاز اليوم يعود تماما إلى الخلف من أجل استرجاع الكرات وتموين
المهاجمين بالكرات السالحة، ولكن يعني في بعض الأحيان نشاهدوا مولودية وهران تعتمد على الكرات الطويلة. أنا نظن ياسين بزاز بالخبرة تاعه بعد 20 دقيقة قرأ قراءة شخصية للقاء، رجع للخلف باش يدير باش يقوم بتمريرات في الهواء للأماكن لأصحابه في مناطق فارغة اللي عنده حسن التمرير. بينما نلاحظوا انتشار جيد من جانب عناصر اتحاد الحراش اللي تعتمد على الكرات القصيرة، ولكن يبقى عبيد معزول في القاطرة الأمامية. حسب 20 دقيقة الأولى اتحاد الحراش أو منظم، امتص حرارة نوعا ما، امتص حرارة مولودية وهران، حتى مولودية وهران راهم الدفاع المتقدم تركوه وبداوا يتجمعوا في وسط الميدان، ولكن الانتقال للهجوم اتحاد الحراش مازال ما شفناش اتحاد الحراش النقله السريعه للهجوم. اذا نبقى ننتظر اداء افضل من الفريقين، نبقى ننتظر الاهداف، لانه كره القدم عودتنا دائما التكلم والتحدث بلغه الاهداف، ومتعه كره القدم هي في مشاهده الاهداف التي تبقى غائبه في هذه القمه بين مولوديه وهران واتحاد الحراش برسم الجوله 19 من بطوله الرابطه المحترفه الاولى. شاهدنا هنا الحارس نطاش غير راضي على أداء دفاعه في الكرة الماضية، بما أنه اللاعب أمادا كان تمكن من التسديد، ولكن لحسن حظه أنه الكرة كانت سهلة بالنسبة للحارس نطاش عبد الرؤوف. حمزة يتوعمر مرر من هناك ناحية مزاري، حكم السيد عراب يقول مخالفة لصالح اتحاد الحراش. أجواء حماسية رائعة نعيشها هنا بمركب أحمد زبنة بمدينة وهران في هذه القمة بين المولودية الوهرانية واتحاد الحراش. رياض حمزة رياض في وسط الميدان يبحث عن أحد الرفقاء المتحررين، مضطر للعودة إلى الخلف. أين يتواجد حمدادو؟ حمدادو يغير تماما الجهة مباشرة. أين يتواجد بورزامة؟ بورزامة هريات مرة ثانية بورزامة، ولكن كانت هناك التغطية الدفاعية حاضرة عن طريق حمزة أيت وعمر. ثلاثي هذا حمزة أيت وعمر إبراهيم أمادا وغربي يقوموا اليوم بعمل ممتاز في وسط الميدان لحد الآن من ناحية استرجاع الكرات وكسر جميع هجمات مولودية وهران. حمدادو كرته طويلة مباشرة ناحية نقاش يحاول المرور عن طريق المراوغة أمام مدافعين. هي الكرة والتسديدة من ياسين بزاز، وكرته تعلو العارضة الأفقية للحارس قارة حسين. نشاهدوا اللاعب ياسين بزاز حاضر في كل حاضر في المخالفات، حاضر في الاسترجاع، راه يقوم بعمل يسير اللقاء امام فريق اتحاد الحراش. راهو في المرحله الاولى تاع امتصاص حراره فريق مولودية وهران. المرحله الثانيه تاع تغيير نسق اللعب، هذا هو اتحاد الحراش معروف الخارج يمتص الحراره، ينوم الفريق، نستطيع نقول عمليه تنويم الفريق باش يباغتوا. ممكن هذا هو اتحاد الحراش معروف بهذا اللعب. إذن بعد مرور 24 دقيقة يزال دائما التعادل السلبي سيد الأحكام في هذا الحوار الكروي بين مولودية وهران واتحاد الحراش. كرة من هناك لصالح المولودية الوهرانية. كمال العربي يطلب الكرة، نقاط صعبة هذه الكرة صعبة، لم يحسن استغلال هذه الكرة المدافع الأيسر شمس الدين نساخ. كانت كرة ممتازة من كمال العربي. شوف هنا شمس الدين نساخ كان حاول ضرب الكرة، كان بإمكانه التقدم أكثر وضرب الكرة بالكيفية والشكل اللازم. هذه واحدة من خصائص 3-5-2، ومن واجبات 3-5-2 في اللعب الهجومي اللي يلعبوا على الأطراف. بورزامة ونساخ يتوضعوا في المنطقة الهجومية، والا 3-5-2 ما عندهاش نفع في الهجوم الا ما يشاركش نساخ وبورزامة. وهذه من واحدة من الإيجابيات تاع 3-5-2، وكنا نشوفوها مع المنتخب الوطني في زمن اللي كان بالحاج الهجومات المرتدات.
إذن كرة من هناك لصالح المولودية الوهرانية، دائما في الرواق الأيسر عن طريق شمس الدين نساخ يقوم بعمل ممتاز اليوم في الجهة اليسرى من هجوم مولودية وهران. دائما يبقى التكتل الدفاعي من جانب اتحاد الحراش. ربما إن كان هناك هدف ربما راح يكون عن طريق فرصة أو نصف فرصة، لأنه أو عن طريق كذلك الحلول الفردية، لأن الحلول الفردية تظهر لما يكون هناك تكتل دفاعي. كرة طويلة ناحية شريف هشام، لكن كرة شفيق برزمة خارج المستطيل الأخضر. هذا جانب من أنصار الحمراوة الذين يصنعون الفرجة اليوم بمدرجات ملعب أحمد زبانة بمدينة وهران. حمزة وعمر في وسط الميدان يمرر من هناك ناحية زيان شريف والخوة، تفوق عليه شمس الدين نساخ. شمس الدين نساخ ينتظر المساندة، مضطر للعودة إلى الخلف. أين يتواجد ياسين بزاز؟ ياسين بزاز يغير تماما الجهة مباشرة في الرواق الأيمن. أين يتواجد شفيق بورزمة؟ لكن تقص هذه الكرة وتعود لهجمة مرتدة لصالح عناصر اتحاد الحراش يقودها حمزة وعمر. يمرر من هناك ناحية مباركي، باركي في محاولة المرور عن طريق المراوغة ويستفيد من خطأ يعلنه الحكم السيد عراب. شاهدناش محاولات حقيقية بالنسبة لفريق اتحاد الحراش لحد الآن بعد مرور 27 دقيقة. في الست سنوات الأخيرة التقى الفريقان في 11 مناسبة، فازت المولودية في 3 مقابلات والاتحاد في 5 مباريات، واحتكم الفريقان إلى نتيجة التعادل في 3 مواجهات، يعني أسبقية طفيفة لاتحاد الحراش. مخالفة في التنفيذ سليم بومشرة، كرة طويلة مباشرة ناحية عبيد. صعبة هذه الكرة وكرة سهلة بالنسبة للحارس ناطاش. كان عبيد قام بعملية ترويض للكرة بطريقة رائعة جدا، ولكن التسديد لم يكن، كانت تنقصه القوة والدقة. عبيد في هذه اللقطة خانوا التسديد، وإلا كانت لقطة تبين أو مستوى قراءة لعب جيدة للسيد عبيد، تبين باللي عنده إمكانيات هذا اللاعب، ماشي من الصدفة راهو هداف. قرا اللاعب روض الترويض ولكن خانوا التسديد. ممكن هذا صفات القناص الاهداف، لذلك اتحاد الحراش لعب مهاجم واحد. عبيد يملك كل المؤهلات وتمريره من هناك. صعبة هذه الكرة والدفاع في آخر لحظة يبعد الكرة مباشرة إلى الركنية. كانت محاولة ممتازة لهجوم مولودية وهران. المدافع مزاري اللاعب السابق لمولودية وهران والحالي لاتحاد الحراش يبعد الخطر من مباشرة إلى الركنية من مبدأ الاطمئنان والسلام. هي كانت كرة ناحية المهاجم وهداف مولودية وهران شريف هشام. الركنية تنفذ بسرعة، يعود للتغطية الدفاعية المهاجم مباركي. دائما أخذ ورد في منطقة اتحاد الحراش، والحكم السيد عراب يقول مخالفة لصالح دفاع اتحاد الحراش. لحد الآن الحكم السيد عراب يؤدي مباراة ممتازة لحد الآن، ما عدا اللقطة الوحيدة التي يبقى فيها الغموض، ولكن ستطرأ عليها الشفافية ما بين الشوطين من الخبير السيد محمد يوبي. كنيش أمامه العربي كمال. مباركي مضطر للعودة إلى الخلف، ثم كنيش كورته طويلة. حمدادو، حمزة وعمر لاعب الارتكاز بامتياز اليوم في وسط ميدان اتحاد الحراش. والأخوة يمرر ناحية عبيد شرف، يتمكن من المراوغة. عبيد شرف وعبيد محمد الأمين.
حد الآن بعد مرور 30 دقيقة لم نشاهد محاولات خطيرة وفرص سانحة للتهديف من الجانبين. ربما هذا رجع إلى غلق جميع منافذ اللعب في هذه المباراة، لأنه كل فريق يبحث عن حصد نقاط هذه المباراة، لأنه كل فريق يبحث عن البقاء دائما مع كوكبة المقدمة. حمدادو كورتو من هناك ناحية نساخ شمس الدين، نساخ في المضايقة، إبراهيم أمادة اللاعب الملغشي، ويستفيد شمس الدين نساخ من مخالفة. ها هي الإعادة. كثرت المخالفات لحد الآن ونبقى ننتظر الأهداف لمن ستكون الكلمة في هذا الحوار بين المولودية والاتحاد، بين مولودية وهران واتحاد الحراش. كرة ثابتة لصالح مولودية وهران. نشاهدوا صعود جل عناصر مولودية وهران وعودة كل عناصر اتحاد الحراش للدفاع عن منطقتهم. ياسين بزاز كرة دائرية من هناك، كرة خارج المستطيل الأخضر مباشرة إلى 5 أمتار و50 لصالح اتحاد الحراش. ياسين بزاز على الصورة، 34 سنة، صال وجال بمختلف الأندية الجزائرية، وكانت له تجربة ببعض النوادي الفرنسية. اللاعب السابق للمنتخب الوطني ياسين بزاز كان لعب أو كان نشط في البطولة الفرنسية مع كل من فالنسيان، أجاكسيو، سارسبورغ، تروا. هذا المدرب جون ميشيل كافالي كأنه غير راضي على أداء عناصره اليوم. أنصار الصفراء، صار الحراش يحضرون اليوم لمساندة فريقهم في هذه المباراة. جون ميشيل كافالي يبحث اليوم عن فوز آخر. انهزم مرتين منذ توليه الإشراف على العارضة الفنية للمولودية الوهرانية التي قادها في 14 مباراة، أي منذ الجولة الخامسة. حقق جون ميشيل كافالي 6 انتصارات و6 تعادلات وانهزامين فقط، يعني هو مشوار إيجابي بالنسبة للمدرب جون ميشيل كافالي الذي بدأت لمسته تتضح على الأداء مولودية وهران، الأداء الذي هذا يعني يعتبر مغاير بالنسبة للسنوات الماضية. ممكن جدا رانا نشاهدوا باللي فريق مولودية وهران منذ تولي السيد ميشيل كافالي زمام الامور مولودية وهران تغيرت. ممكن اللاعبين تحروا من الناحيه النفسيه، ممكن انضباط، مشكل انضباط، ممكن نوعيه التدريبات، ولكن اللمسه تاعه واضحه للعيان. عده انتصارات، تعادلات، انتصارات خارج الميادين، قواعد. الفارق بدا يطمح، الجمهور عاد للميادين. مولودية وهران هذا العام بخير. إذا مخالفة لصالح مولودية وهران دائما في التنفيذ. ياسين بزازا يترك الكرة ناحية شمس الدين نساخ، والدفاع يبعد الكرة، وهناك لمسة يد يعلنها الحكم السيد عراب. كانت لمسة يد واضحة من قبل المهاجم مباركي، ولكنها لم تكن مقصودة. وكرة ثابتة مرة أخرى لصالح مولودية وهران. إن سألتموني عن عنوان لهذه المرحلة الأولى سأقول هو الكرات الثابتة، هي مرحلة الكرات الثابتة. هل سيتمكن أحد الفريقان من فك شفرة هذه النتيجة السلبية؟ هل ستكون الكرات الثابتة هي الحل حتى نشاهد هدف في هذه المباراة بين مولودية وهران واتحاد الحراش؟ كرة راح تكون صعبة على الحارس قارة. ياسين بزاز كان سجل عدة أهداف من هذا الموقع. كذلك يتواجد كمال العربي،
كمال العربي من هناك، ولكن الكرة تصطدم في الحائط البشري ويبقى أحد اللاعبين ساقط فوق أرضية الميدان، والحكم السيد عراب يطلب بتوقيف اللعب من أجل تقديم الإسعافات الأولية لأحد لاعبي اتحاد الحراش الذي يبقى ساقط فوق أرضية الميدان. إذن بعد مرور 35 دقيقة نبقى دائما ننتظر الأهداف التي تبقى غائبة في هذه المباراة، حتى التي تلعب لحد الآن بمساحات مغلقة وتكتل دفاعي من الجانبين. رانا نشاهدوا باللي اللقاء راه الفريقين، فريق اتحاد الحراش راه يسير اللقاء، حاول دائما مازال ما غيرش نمط اللعب تاعه، كرة قصيرة يخرج من الخلف يمتص الحرارة، ما يتقلقش، ما يروحش للهجوم بخفة. فريق المولودية وهران بدا يدخل له التسرع، بدا يلعب كرة طويلة، راه يبحث على الكرة الثابتة اللي ممكن هي تكون الحل. ولما لا المولودية وهران كرة ثابتة مع وجود بزاز. كما قلت اتحاد الحراش مازالوا راهو يدرس الفريق المولودية وهران، مازال ما راحش الامام كما ينبغي، او ترك اللاعب تاعه عبيد لوحده. ممكن اللقاء الشوط الاول جس نبض ولا دراسه الفريقين. ممكن شوط اول نشاهد فيه صراع تكتيكي بين التقنيين جون ميشيل كافالي وعبد القادر يعيش. هو شوط تكتيكي بين هذين التقنيين، لحد الآن تبقى النتيجة متكافئة. كرة لصالح المولودية الوهرانية طويلة مباشرة تبحث عن هشام شريف يبقى دائما محافظ على كورته، ولكن سهلة هذه الكرة، لم تشكل خطرا على مرمى الحارس. قرأ هداف مولودية وهران لحد الآن شريف هشام 24 سنة، سجل لحد الآن 4 أهداف. لاحظوا في هذه اللقطة هنا هشام شريف تقلق، هذا التسرع في اللعب كان ممكن هنايا يترك الكرة عنده، هو راه في المنطقة 18 متر، يتركها عنده في رجليه ويترك الزملاء تاعه يتقربوا منه، والا يحاول يستكب خطأ عليه ولا ضربة جزاء. ولكن الضغط اللي راه على مهاجمين فريق مولودية وهران تسجيل هدف مبكر يؤدي اللاعبين لهذا التصرف دي فوا مرة ماشي هو الصحيح. ومخالفة أخرى لصالح مولودية وهران في التنفيذ، ياسين بزاز. شاهدوا عودة جل عناصر اتحاد الحراش للدفاع عن منطقتهم وللدفاع عن مرماهم في هذه الكرة. ياسين بزاز راح تكون كرة دائرية مباشرة في منطقة العمليات، ولكن الدفاع بالمرصاد لحد الآن، دفاع بقيادة مزاري وزيان شريف يشل جميع الحملات الهجومية لمولودية وهران في هذه المرحلة الأولى من هذه المباراة بين هاتين المدرستين العريقتين. ياسين بزاز يمرر ناحية شمس الدين الساخ، راح تكون كرة مرفوعة. دائما الدفاع هذه المرة عن طريق زيان شريف ثم سليم بومشرة. كرة في وسط الميدان، لاحظوا الروح القتالية المفعمة بالمنافسة وروح التحدي فوق أرضية الميدان. كل فريق لا يريد أن يفوت الفرصة في مباراة اليوم، كل فريق يتشبث بنقاط المباراة، كل فريق يريد افتكاك نقاط هذه المباراة للبقاء دائما مع كوكبة المقدمة. الحكم السيد عراب يقول مخالفة لصالح دفاع اتحاد الحراش، ويطلب من المدافع زيان شريف إن كانت لديه إصابة أن يخرج من المستطيل الأخضر لتلقي الإسعافات الأولية، لكن الحمد لله ينهض سالما معافى زيان شريف. أمضى يأتي له من هناك بومشرة، سليم بومشرة طلب الكرة في العمق، عبيد مباركي. هناك عودة من التسلل الواضحة يشير إليها الحكم المساعد الثاني سيد بيوض سمير.
تبقى تفصلنا حوالي 5 دقائق على نهاية هذه المرحلة الأولى بين مولودية وهران واتحاد الحراش. كرة طويلة من هناك مباشرة ناحية نقاش، يتمكن من الكرة ياسين بزاز، والتوزيعة من هناك صعبة، والدفاع في آخر لحظة يبعد الكرة مباشرة إلى التماس. كانت كرة أرضية ممتازة من ياسين بزاز، ولكن اللاعبين لاحظنا نقاش وهشام شريف كلاهما راحوا لمكان واحد، ماشي كما نقولوا واحد راح للقائم الاول والاخر قاعد في الاسترجاع في نقطه البينالتي ولا الدوزيام بور. الاثنين راحوا، وهذه من عدم قراءه جيده للعب. ونلاحظوا ياسين بزاز يقوم بعمل كبير، كره ثابته، نسخ يدير تماس يلقى ياسين بزاز حداه. نظن ان ياسين بزاز الحلقه الرابطه بين اللاعبين. كذلك اليوم نشاهد ثنائي محور دفاع اتحاد الحراش يقوم بعمل ممتاز من ناحية الرقابة اللصيقة التي يفرضها هذا الثنائي على المهاجمين مولودية وهران، نقاش وشريف هشام. صح، فريق اتحاد الحراش راهو منظم كما ينبغي، ما نشوفوا فراغات الا ولا سيما في الكرات العاليه بين الخطوط. ممكن مره ولا اثنين اتحاد الحراش ترك هفوات، ولكن لحد الان اتحاد الحراش راه مسير اللقاء، ما غيرش نمط اللعب تاعه، لعب كرات قصيره يخرج من الخلف. او مخرجاته هذه الخطه وهذه الطريقه النمط اللعب. الان هي خطه ناجحه بالنسبه لتشكيله المدرب عبد القادر يعيش. كنيش يتمكن من المراوغه، يمرر من هناك ناحيه ميباركي يترك الكره ناحيه غربي الان تمريره ناحيه بولخوا مضطر للعوده الى الخلف، فين يتواجد زيان شريف ومزاري. طلب الكره حمزه وعمر، وضغط من جانب عناصر مولوديه وهران، والحارس قرأ مثل ما جاءت مباشره ناحيه الامام، والكره من هناك ناحيه ياسين بزاز، ولكن كان قام بالشيء الصعب ياسين بزاز، كان تمكن من الاستحواذ على هذه الكرة، ولكن التسديدة لم تكن بالكيفية والشكل اللازم. مولودية وهران هذا هو اللي كان لازم. هاو تشوف هنا مزاري واللي الحارس تاعه في وضعية صعبة. ياسين بزاز بدفاع متقدم ويخطف الكرة من رجل، ولكن لسوء الحظ المولودية وهران وحسن الحظ ان ياسين بزاز قام بعمل مجهود بدني جبار. ما نظنش ان عامل السن هو اللي اثر عليه، ولكن ممكن الكره بعدت عليه بعض سنتيمترات هي اللي ما خلاتهاش يؤدي ما يجب. كان هناك نوع من القلق، وتسديده من هناك من العربي كمال 30 سنه، يتقمص لأول مرة ألوان مولودية وهران في هذا الموسم. الحكم السيد عراب ينذر شفويا الحارس قرأ، ويطلب بعدم تضييع الوقت. زيان شريف كرته طويلة مباشرة ناحية الأمام، أين يتواجد ميباركي، متعود ناحية ياسين بزاز، سرعان ما تقص في وسط الميدان. غربي غير تماما الجهة مباشرة ناحية سليم بومشرة، تصل الآن الكرة ناحية أمادا خطير بالقدم اليسرى، يتمكن من تجاوز مدافعين ويستفيد من خطأ يعلنه الحكم السيد عراب الذي يتواجد اليوم أمام كل اللقطات. ميباركي، حمزة وعمر، يمرر ناحية كنيش طلب الكرة ميباركي، لكن يفضل المراوغة ويكثر من المراوغات، والغلبة تغلب الإرادة في هذه الكرة الماضية. غربي، حمزة وعمر، كنيش، دائما نقلات وتمريرات بين عناصر اتحاد الحراش في محاولة لجلب عناصر مولودية وهران، ثم الاعتماد على الكرات والعرضيات مباشرة ناحية عبيد الذي لم نشاهده كثيرا في هذه المرحلة الأولى، ولكن مهاجم عبيد مهاجم بهذه المؤهلات يمكنه أن يباغت أي دفاع وفي أي لحظة. شمس الدين نساخ
العربي كمال، عربي كمال امامه سليم بومشرة. حسين بزاز، شوف دائما حامل الكرة يجد لاعبين امامه. شفيق بورزامة وتوزيعها من هناك والكرة في الشباك الخارجية. قبل لحظات كان أشار الحكم الرابع السيد مديار إلى دقيقتين كوقت بدل ضائع من زمن هذه المرحلة الأولى التي لم نشاهد فيها الكثير من الجانبين. في هذا الشوط الاول ما شاهدناش. وكره من هناك صعبه صعبه لصالح المولوديه الوهرانيه، من هناك صعبه، والهدف الاول لصالح مولوديه وهران بعد هفوه في دفاع اتحاد الحراش. هذا هو المهاجم نقاش محمد هشام يفتتح مجال التهديف في الدقيقه الأخيرة في وقت بدل الضائع من هذه المباراة. نقاش محمد هشام يفتتح مجال التهديف لصالح المولودية الوهرانية في الوقت الذي كنا نقول بأن المباراة تبقى تفتقر للحملات والعروض والنسوج الكروية، والحمراوة يصنعون الفرجة في المدرجات. ها هي الإعادة، ياسين بزاز كرة من هناك ناحية شريف هشام الذي يسدد بكل ما أوتي من قوة، ونقاش في المتابعة يتمكن من افتتاح مجال التهديف لصالح مولودية وهران بعد مرور 46 دقيقة. أو المكان الحقيقي لياسين بزاز. كنا نقولوا بلي ياسين بزاز هو ضيع جهد بدني كبير. ياسين بزاز يقوم بالكرة من الجهة اليسرى وفي هذه الأثناء الحكم السيد